زاني الشوق لأهل الحجرات لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 25 سنة، ولأول مرة يخرج بتجارته، تجارة غيره لأول مرة، تجارة لسيدة قريش، لخديجة. خديجة تعلم أن هذا هو أفضل من يخرج بتجارة لها، لكن تريد أن ترى ما الذي سيحصل. وسألت وأخبرت ميسرة غلامها: لا تفارقه، وأخبرني بكل شيء، كل شيء يصير خبرني عنه. خرج النبي بالتجارة إلى الشام. في طريقهم وصلوا إلى قرب صومعة لراهب، وكان أهل الكتاب منتشرون. هذا الراهب اسمه نسطور. فلما وصلت القافلة قرب هذه الصومعة، جلس النبي تحت ظل شجرة بعيدة، جلس تحت ظلها. فخرج الراهب يرقبه من بعيد، شوف من هذا الرجل الذي جلس تحت ظل هذه الشجرة. فاقترب منه يراقبه، يشوف بعض صفاته، فعرف أن ميسرة غلامه، غلام متكفل بخدمته. فذهب إليه وسأله، قال: أنت معه؟ قال: نعم. قال: أخبرني عن هذا الرجل. أخبره اسمه، وأين يعيش، من أهل الحرم، من أهل قريش، في مكان كذا، من أبناء كذا، أبوه متوفى. قال له: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم لا تفارقه. قال: لما تسألني؟ ليش تسألني هذه الأسئلة؟ قال: هذه الشجرة كل نبي مر عليها، مر على هذا المكان، جلس تحتها. أي نبي يمر في هذا المكان لابد وأن يجلس تحت هذه الشجرة. قدر الله. ورأيت بعض صفاته فلعله هو نبي آخر الزمان. هذا راهب آخر غير بحيرة يقول هذا الكلام. وتواترت الأخبار من الرهبان والأحبار ومن أهل الكتاب ومن بقاياهم ممن حفظ الكتاب أن هذا هو زمان هذا النبي الذي سيخرج. وصل النبي بتجارته إلى الشام فاشترى، حتى جاءه رجل يفاوضه في الثمن وفي البضاعة. قال له لما عرف أنه من مكة ومن قريش، قال: احلف باللات والعزى، احلف بكذا وكذا. فقال النبي لهذا الرجل: ما حلفت بهما قط، أنا في حياتي كلها عمري 25 سنة ما حلفت بالأصنام، ما حلفت بهما قط، وإني لأمر عليهما، يعني بالحقيقة أشوف الأصنام هذه فأعرض عنهما. إيش قاعد تقول أنت؟ وإني أنا ما أنتبه ولا أهتم لهما إذا مررت، تريدني أن أحلف بهما؟ فصدقه الرجل وقال: القول قولك. فأخذ البضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام وميسرة يرقب نبينا، ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ كيف يتعامل مع الناس؟ ثم قفل، وقفلت القافلة ورجعت إلى مكة مرة أخرى، وميسرة معه. وصل مكة متى؟ وصل وقت الظهيرة، وراح النبي عليه الصلاة والسلام معاه ميسرة، معاه البضاعة. وين رايحين الحين؟ حق بيت
خديجة سيدة مكة كانت جالسة في غرفة في في الغرفة الطابق الآخر، يعني عندها بيت من ثروتها وغناها وأموالها، بيتها مو طابق واحد، طابقين، وهي جالسة في الغرفة التي في الأعلى. تخيل خديجة كيف كانت عايشة. والغريب أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ميسرة قاعد يراقبه، وخديجة شافتها من بعيد، غمامة تظله طوال الطريق. شوف تخيل في سفره كيف يحفظه الرب عز وجل. ودخل النبي إلى خديجة يبشرها بأنه اشترى بضاعة كذا وكذا، سرت خديجة رضي الله عنها، وعلمت أن في تجارتها هذه البركة. وفعلا في الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة ربحت خديجة ضعف ما كانت تتوقعه، ضعف أرباحها في كل السفرات السابقة. فعظم النبي قدرا عندها وعلمت خبره، وجاءت لميسرة: أخبرني بالذي حدث. قال: حصل كذا، الراهب نسطور قال لي كذا وكذا، راهب اسمه نسطور قال لي كذا وكذا عنه، ما أدري صحيح كلامه أم لا، رأيت الغمامة، رأيت تعامله مع الناس، رأيت صدقه أمانته. هنا خديجة أعجبت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع في قلبها أنه خير رجال مكة. أما خديجة فلا تسل عنها، يربيها الله عز وجل لنبيه. خديجة سيدة نساء مكة، بل سيدة نساء العالمين. كانت تلقب الطاهرة، الكل لما يسمي خديجة يسميها الطاهرة، مو أي وحدة. إن سألت عن نسبها فهي تصل إلى نسب النبي، في الأجداد يصلون إلى نفس الأب، فهو النسب الشريف. إن سألت عن حسبها ونسبها ومالها وقدرها وعقلها ورشدها وحكمتها، هي سيدة نساء مكة ولا فخر. خديجة هنا في هذا السن الله أعلم كم كان عمرها، ربما وصلت 30 من العمر، بعضهم يوصلها لل40 والعلم فيه عند الله. قد تكون هنا وصلت لل30 والنبي عمره كم؟ 25، يعني أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببضع سنين. كم سنة؟ أكبر من رسول الله. هنا وقر في قلبها: لم لا أتزوج هذا الرجل؟ أصدق الرجال، أأمن الرجال، أعف الرجال، أفضل الرجال، سيد شباب مكة، لما لا يكون زوجا لي؟ مع أن خديجة في هذا العمر وكانت قد تزوجت من قبل، كل رجال مكة يتمنون الزواج منها، بل كان الرجال وساداتهم وأشرافهم من خارج مكة تشرئب أعناقهم للزواج من هذه السيدة، لكنها أبت ولم تختر إلا أفضلهم وسيدهم. ففكرت بعد رجوعه من الشام بشهرين بس أن تفتح الموضوع لنبي الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. بس شلون تفتح له الموضوع؟ كان عندها صاحبة، وهذه الصاحبة اسمها نفيسة بنت أمية أو بنت منية حسب الروايات. نفيسة صديقة لخديجة رضي الله عنها، صديقتها المقربة الخاصة. فقالت لها: سمعت بمحمد؟ قالت: نعم. تعرفين صفاتي؟ قالت: نعم. أخبرتها بأن فيه كذا وكذا. ثم قالت لنفيسة: ما رأيك لو تعرضي عليه فكرة الزواج مني؟ ماذا؟ قالت: نعم. اذهبي واجلسي معه وكلمي، افتح له الموضوع لعله يقبل. شوف الآن العادة الرجل هو الذي يفتح الموضوع، لكن لأن خديجة أكبر منه وعاقلة وحكيمة، وهي سيدة نساء مكة، وهي صاحبة أموال أدارت هذه الأموال بنفسها، فهي بلغت القمة في العقل والحكمة والرشد، والموضوع فقط فتح باب. فذهبت نفيسة إلى محمد فجلست معه وقالت له: يا محمد. قال: نعم. قالت: ما الذي يمنعك أن تتزوج؟ قالت: ليش ما تتزوج؟ فقال:
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بيدي ما أتزوج، يعني ما عندي الأموال اللي أتزوج فيها، عندي أموال بسيطة للحين توني بادي في التجارة. فقالت له فإن كفيت ذلك، لو الأموال لا تحاتيها، الأموال موجودة، ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة، ألا تجيب؟ لو وحدة عندها المال والجمال والشرف والكفاءة وتريد الزواج منك، هل تجيب؟ فقال لها ومن هي؟ من هذا اللي تتكلمين عنها؟ فقالت إنها خديجة. خديجة اللي كل رجال مكة وخارج مكة يتمنون فقط أن يتقربوا إليها من رشدها وعقلها وحسبها ونسبها ومالها وجمالها، جمعت كل شيء. فقال وكيف لي بذلك؟ فقالت الأمر علي، أنا أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن فافعلي. فأسرعت نفيسة إلى من؟ إلى خديجة تبشرها صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. أريدك أن تتصور نبينا عليه الصلاة والسلام محمد عمره 25 سنة، سن الزواج، حال كأي إنسان في الأرض في هذا العمر، وبدأ يكون نفسه ويخرج في التجارة وبدأ يجمع بعض المال، لكن تأتيه سيدة نساء مكة وتقول له أنا مستعدة للزواج بك. الأمر يعني مفرح. خذت الخبر منه نفيسة وراحت وين؟ أسرعت إلى خديجة تقول له أبشري، الرجل مستعد وموافق بالزواج. كم فرحت خديجة بهذا الخبر وكم سرت به، وهي تعرف منه محمد، تعرف سمعته بين الناس وأخلاقه بين البشر. وبهذه الرحلة كان مو المقصود عندها التجارة، تبي تعرف أكثر وأكثر، وتيقنت أكثر فأكثر. فأرسلت إلى نفيسة قولي له يأتينا بساعة كذا وكذا. يقال والله أعلم أن أبو خديجة خويلد بنت خويلد كان قد توفي في حرب الفجار، فأرسلت إلى من؟ إلى عمها اسمه عمرو بن أسد، فقالت له يا عم أن محمدا يريد الزواج بي وأريدك أن تستقبله. طبعا موافق العم ومستعد، والنبي راح كلم منه؟ راح كلم عمه، يا عم نعم يا محمد، اللي مثل أبوه اللي تربى في بيته ومع عياله. قال يا عم أريد الزواج. فرح أبو طالب، تريد الزواج؟ يا لها من ساعة ولحظة مباركة يا بني، لكن من تريد؟ قال أريد الزواج بخديجة. الله أكبر، خديجة؟ قال نعم، خديجة اللي ما حد حصل له يتقرب منها، تريد أن تتزوج منها يا محمد؟ قال نعم. قال ونعم الرأي، اخترت أحسن اختيار يا محمد، لكن نبي نعرف ردهم. أخذ معاه منه؟ أخذ معاه حمزة وبعض كبار قريش. حمزة عم النبي، أبو طالب عم النبي، والنبي موجود محمد عمره 25 سنة، ومعه بعض رجالات قريش. وين رايحين؟ حق عم خديجة. وجلسوا في تلك الخطبة، وما أعظمها من خطبة. هذا بداية الآن الحياة الاجتماعية لرسول الله. ما قبل كان مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، مرحلة الاجتهاد والبذل، مرحلة رعي الغنم والصبر عليه، مرحلة التجارة، مرحلة الحرب، مرحلة المفاوضات، مراحل مر فيها النبي. أما الآن حياة اجتماعية جديدة. تخيل، قال أبو طالب كلاما جميلا في محمد صلى الله عليه وسلم، في ابن أخيه، في أخلاقه ونسبه وحسبه، لكن عنده مشكلة واحدة. أبو طالب مو صاحب أموال كثيرة، ولا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الحالة المادية بسيطة جدا. أما عمرو بن أسد، أما خديجة، فهم سادات قريش في الأموال، يعني طبقة ثرية، طبقة أموال.
أما أبو طالب ومحمد عندهم لكن شيء بسيط اللي يسد الحاجة. هذا المشكلة الوحيدة الآن في الخطبة. لكن بعد ما انتهى من خطبته أبو طالب قال عمه وولي خديجة لأبي طالب، قال والله هذا البضع لا يقرع أنفه، يعني هذا النسب وهذا الحسب ما حد يقدر عليه. يعني أنا يكفيني هذا الحسب وهذا النسب وهذا الخلق، هذا البضع لا يقرع أنفه. ففرح الجميع، سر رسول الله وسرت خديجة بهذا الخبر أن الخطبة بدأت على خير وأن الطرفان قد اتفقا. ومرت الأيام حتى جاء وقت الزواج. زواج من؟ زواج خير البشر. زواج من؟ زواج خير من وطئت قدمه الثرى. زواج من؟ زواج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زواجه بمن؟ بسيدة نساء العالمين. زواجه بمن؟ بالحبيبة المحبوبة خديجة. زواجه بمن؟ بالعاقلة الرشيدة. زواجه بمن؟ بالسيدة الطاهرة المطهرة. إنها خديجة، وما أدراك ما خديجة. سيكون لها شأن عظيم يا محمد. إنها أم أولادك، إنها التي يسلم عليها جبريل، إنها التي سيبني الله لها بيتا في الجنان. إنها خديجة، ذكراك وحبك يا رسول الله إلى نهاية العمر سيبدأ الآن. إنها خديجة خير من ستعينك وتواسيك يا محمد. إنها خديجة ستكون أول الداخلين في الإسلام من كل البشر. إنها خديجة أفضل من ستساندك في العبء الكبير الذي سيأتي عليك. لحين عمره 25 سنة، تو الناس على البعثة، لكن الآن تبدأ الحياة الاجتماعية. قد خلد التاريخ خير زيجة، زواج خير الخلق من خديجة، كأنه في سيرة الحبيب ورد ندي ناشر أريجة. خديجة الصفاء والوفاء، شريكة المختار في العطاء، فإنها لمصطفاه عون، وإنها لخيرة النساء. وفعلا حدث الزفاف وولمت الولائم ونحروا عليها جزورا أو جزورين وذبحت الذبائح واجتمع الناس وفرحت قريش. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن؟ بحبيبته خديجة. فما أعظمه من بيت وما أجمله من مكان. راح إلى بيتها ورزقه الله عز وجل بالأولاد والبنات. أولاد من؟ أولاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلهم رزقوا ممن؟ من خديجة، إلا واحد بس، إبراهيم من ماريا، راح تجي قصتها. لكن هذه الزوجة الرؤوم الحنون أم أولاد من؟ أم أولاد حبيبنا. أول ولد رزقه الله منها ذكر سماه القاسم، ولهذا لقب نبينا محمد أبو القاسم. ثم جاءته ابنة جميلة سماها زينب. ثم رزقه الله عز وجل بعد زينب رقية، فما أجملها من بنت وراءها بنت. ما كان النبي عندما يرزق بالبنت يولي وجهه مسودا وهو كظيم، بل كان يفتخر وكان يفرح بأن رزقه الله تلك البنات. ثم بعدها رزقه الله عز وجل أم كلثوم، الله. ثم رزقه الله عز وجل فاطمة، يعني ولد ذكر، ثم 4 بنات. هؤلاء ال5 كلهم رزقوا ورزقه الله عز وجل من خديجة، كلهم قبل بعثته. 5: القاسم،
ثم 4 بنات. ثم بعد البعثة رزقه الله عز وجل الولد السادس وهو عبد الله، ولهذا لقب الطيب الطاهر. جاء متى؟ جاء بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما أجمل هذا البيت وما أحلاه وما أسعد من فيه، أم وأب و6 من الأولاد والبنات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. بدأت قصة هي أجمل قصة زوجية اجتماعية. سيد البشر يتزوج سيدة نساء العالمين، وتخيل البيت اللي فيه سيد البشر وسيدة النساء، وتخيل أولاده. كان عمره 25 سنة لما تزوج، وبدأ يشتغل بتجارة خديجة ينميها لها، ويكبر البيت شيئا فشيئا. يوم من الأيام في تلك الفترة جاء رجل اسمه حكيم بن حزام، تاجر من التجار، جاي من الشام، عنده بضاعة، من ضمن البضاعة عنده رقيق يبيعهم. هكذا كانت مكة، كانت أسواق يبيعون فيها الرجال، يبيعون فيها الجواري، وحوانيت خمر، وهنا الميسر والأصنام في كل مكان. الحالة الاجتماعية كذي كانت. وجايب رقيق من وين؟ من الشام. لما دخل مكة منو دخلت عليه؟ دخلت عليه خديجة، تبي تشوف الرقيق اللي عنده. فقال لها حكيم اختاري يا خديجة أي الغلمان شئتي، عنده رقيق، قال اللي تبين اختاري، ما يردون لها طلب خديجة. فاختارت رجلا وشابا اسمه زيد، فقالت أنا أريد هذا، قويا شابا جلدا، قالت أريد هذا زيد. فأخذته ليكون مملوكا عندها من مواليها. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه، قال من هذا؟ قالت اشتريته من حكيم بن حزام. فسأله ما اسمك؟ قال اسمي زيد ابن حارثة، وكان صغيرا في العمر. فلما أعجب النبي به يريده خادما له، قالت له خديجة وهبتك إياه ليكون خادما لك يا محمد. فلما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، احفظ الاسم زيد، قال له محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنت حر لوجه الله، أعتقتك. ثم قال وماذا ستصنع الآن؟ قال أريد أن أتبناك. وكانت في قريش عادة اللي يتبنى ولد يسمونه بشنو؟ باسمه. فسمي زيد ابن محمد. هذا زيد وهو غلام صغير وهو فتى صغير سمي زيد ابن محمد لأن النبي تبناه، وكانت هذه عادة عندهم في قريش في الجاهلية. أبوه شو اسمه؟ زيد. أبوه اسمه حارثة. حارثة كان يبحث عن ابنه في كل مكان. أين ابني؟ يبحث عنه لا يدري، حتى دل عليه أنه وصل إلى مكة، فأخذ أموال ليذهب ويفدي ابنه ويرجع به إلى بلده. أخذ الأموال وجاب أخوه بعد فترة من الزمن، درى أنه بمكة، أخذ المال ويا أخوه وصلوا وين؟ إلى مكة. دخل حارثة وأخوه، فقيل له بعد أن سأل، قالوا إن ابنك زيد عند محمد ويسمى زيد بن محمد الآن. قال هذا ابني. قالوا الآن ظل سنوات الآن عند محمد. فذهب ودخل حارثة على النبي وأخوه، فقال يا ابن عبد الله، يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل الحرم، أنتم جيرانه وعند بيته، تفكون العاني، تطعمون الأسير. جئناك في ابننا الذي هو عندك، فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فإنا سنرفع لك في الفداء. فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: من ابنكم؟ قالوا: زيد. الذي سميتموه زيد بن محمد هو زيد بن حارثة، هو ابني. وقال عمه: هذا ابن أخي. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدا، كان يتمنى أن يبقى زيد معه، لكن أبوه جاء ويريد أن يرجعه الآن، صار الآن بداية شبابه. فدعاه النبي وقال: يا زيد تعال. قال: ما الذي حصل؟ قال: أبوك وعمك قد جاء يأخذانك إليهما، يبون يرجعونك لهم. حين عمر النبي الله أعلم بالعشرينات، آخر العشرينات. فقال له: إن شئت يا زيد فأقم عندي، إذا تبي تجلس معنا ترى البيت بيتك، وحياك الله وأنت واحد من عيالي. قال: إن شئت فأقم عندي، وإن شئت فانطلق مع أبيك وعمك. فذهب إلى أبيه وعمه، سلم عليهما، عانقهما، جلس عندهما، وقال له أبوه: تعال ارجع معنا يا بني، خلاص سنعطي المال لمحمد. أما رسول الله فقال: لا أريد شيئا من المال، أنا اعتقته لوجه الله، إن أراد أن يرجع إليكم فهو حر، وإن أراد أن يبقى معي فهو أيضا حر. فقال زيد قولته: يا محمد بل أرجو أن أقيم عندك، وما أنا بالذي أختار عليك أحدا، مو أنا اللي أختار واحد أقدم عليك، أنت مني بمكان الأب، أنت اللي سويت لي إياه سويت لي مثل أبوي. فقال أبوه وعمه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ فرد زيد وقال: نعم، إني رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. هنيئا لك يا زيد، اللي ينتظرك بعدين يا زيد ترى شيء كبير، مو بس أنت يا زيد، يا زيد أنت وأولادك راح تصير لكم مكانة خاصة بعدين ترى اختيارك هذا يا زيد سيكتبه الله لك ولن ينساه الله لك. فرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن زيدا قد اختار البقاء عنده. وظل النبي هذه السنوات يعيش في مكة وأرجائها، قلبه منزعج مما يحصل في مكة من عبادة هذه الأصنام وهذه الأوثان. ينظر للناس يقربون إليها القرابين ويستقسمون بالأزلام ويفعلون ما يفعلون. تأتي المريضة تريد الشفاء من هذه الأصنام، وهذه تريد الولد، وهذا يريد المال والرزق، والنبي ينظر إليها وقلبه مشمئز من هذه الأصنام، لا يقترب منها ولا يتقرب إليها أبدا، بل يبغضها. في حياته ما مس صنما ولا أقسم به ولا رفع قدر صنم أبدا. وبس الأصنام، حتى سوالف أهل مكة، الكهنة والعرافين والسحرة والجن والشياطين، كان يبغضها غاية البغض مع أنه لم يوحى إليه شيء. وكان يقول لخديجة أحيانا، زوجته حبيبته: أي خديجة والله لا أعبد اللات، والله لا أعبد العزى أبدا، يعني بحياتي ما راح أعبد هذه الأصنام. تدرون شو ترد عليه خديجة؟ تقول له خديجة لأن مثله أيضا غير مقتنعة بهذه الأصنام وهذه الخرافات. تقول له خديجة العاقلة الرشيدة الحكيمة، تقول له: يا محمد خلي عنك اللات، خلي عنك العزى، يعني اتركهم، لا تقترب لا من الأصنام هذه ولا من الأصنام هذه. وكان النبي لا يقبل أبدا أن تقدس هذه الأصنام، لكن لا يدري كيف الطريق إلى من؟ إلى ربه جل جلاله. هذا العمر 20 30 قضاه النبي مع سيدة النساء في ذلك البيت، يربي أولادا وبنات سيكون لهن شأن عظيم. صلى الله عليك يا نبي
إلى خير بيت نال أعلى الدرجات، للنبي المصطفى خير الورى حبه والله أسمى القربى. ها هنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحيات، ذكره فرض علينا بدان، إنه مسك ختام الصلوات، إنه مسك ختام صلوات. عليك يا نبي الرحمة صلى الله